أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب وليس كمثله غريب، يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا راحلين إلى المنون تمهلوا. نداء مولاتنا السيدة العليلة في مثل هذه الليلة. يا راحلين إلى المنون تمهلوا، من للمدينة بعدكم إن ترحلوا. هذه الديار غدت تسح دموعها وتجر آهات الوداع وتسأل أترى يعود الزمان، أترى يعود بنا الزمان ونلتقي، أم إنه السفر البعيد أطول. يا راحلين أرى النياقة سمرت في أرضها، أفهل درت ما يحصل ضعنيت يظللها الكفيل براية، ضعنت يظللها الكفيل براية، الكون تحت جناحها يتظلل في عينه اليسرى تسير محامل، ويسير في اليمنى لزينب ما يحمل.
يا راحلين إن مال القلب عن خفقانه. يا لله، يعني إذا مالت الناقة ناقة زينب يقول قلب أبو فاضل هم يميل. إن مال القلب عن خفقانه فدنا على عجل إليه يعدل يا راحلين أنا العليلة فاطم أترى من يظل بعدكم يوم يعللون أنا ردي يتم أيس من الأحباب. أنا رديت مأيس من الأحباب والدارهم وجهت العتاب. يا دار هل ليش غياب صحت هنا يا الماشين عنا يهل الشرف يهل المحل ترجعوا ولا نقطع الظن يترجعوا لون يقطع الظن. أنا طبل الدار واشوف الدار حزنان وصيح بصوت وين الجانا ويا يقول وقفت على الباب بعد ما أيست من الحسين من كلام ما راح ياخذها. قال أيست من سمعت كلام صاحت مودع بالسلام. صاحت مودع بالسلام ولا لي هل مشوا عني ولا لي وزماني بعد أهلي ولا لي للزم مهد عبد الله يا أبويا ولا لي بل كان يرد وحشدهم علي بل كان يرد وحشدهم علي. لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية رضوان الله عليه هذا ما أوصى الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية رضوان الله عليه إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق وأن الموت
الموت حق، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، إلى أن قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي صلى الله عليه وآله. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد. ما من قائد يقود ثورة ضد أكبر سلطان جائر وظالم، أو باصطلاحنا الحاضر اليومي ضد أكبر إمبراطورية، لا بد وأن يبين أهم العوامل والأسباب التي دعته للخروج وللقيام. والحسين عليه السلام قائداً مثالياً خرج بوجه أكبر سلطان جائر ظالم فاسق فاجر، عبر ما شئت، وعلى هذا كله يوجد هنالك روايات. فالحسين عليه السلام بهذه الوصية اللي كتبها لأخيه محمد بن الحنفية عليه السلام بيّن العلة والسبب والعامل الأساسي للخروج إلى ثورته أو إلى النهضة، نهضة سيد الشهداء. والذي نلحظه في كلمات الإمام الحسين عليه السلام أنه حصر الإمام عليه السلام العلة من الخروج والسبب الرئيسي من الخروج بكلمة إنما. كلمة إنما هي أداة حصر، أداة حصر. إنما خرجت لطلب الإصلاح. فالحسين عليه السلام خرج عليه السلام لكي يبين أنه الأوضاع آنذاك كانت تتطلب أنه عليه السلام يقوم بواجبه كإمام معصوم أو كفرد من المجتمع. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تلك الوظائف المهمة. وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة جدا عالية، ولذلك البعض يستخف بها أو يتجاهلها هذه الوظيفة، حتى عند باقي الأديان أيضا موجودة، وأيضا في كثير من المجتمعات الغير دينية أيضا. ولكن المشكلة اللي عندنا إحنا ما نعرف سبل الأمر بالمعروف وطرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الذي نلحظه إحنا أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد أن أوامره ونواهيه ممتدة. هاي الميزة اللي في الدين الإسلامي، ليست ليوم ولا ليومين ولا لثلاث ولا 10، بل إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. ولهذا إحنا في مجتمعنا للأسف الشديد نعيش حالة من الخبط والخطأ وانحصار
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بثلاث أمور، ثلاث عوامل عندنا، وهذه الثلاث عوامل لها أيضا حلول. العامل الأول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثير من الناس زرع في ذهنه أنه أنا ما لي شغلة بالآخرين، أخوي صديقي يغلط يخطأ، بكرة يذنب، بعد بكرة يعصي الله عز وجل، أنا ما لي شغلة بيه، ما لي دخل. يعني على قاعدة شنو؟ دع المخلوقة شنو؟ دع المخلوقة للخالق. صديقي يرتكب الفواحش يذنب وأنا صديق إله، لا أنصحه، هذا ما يخالف القرآن الكريم، دستور الله وتعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا أنت إذا رجعت إلى القرآن الكريم وإلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعطونا دستور تربوي، ألا وهو دور النصح، النصيحة. صديقك الحقيقي منه؟ الذي يؤدي دور الصداقة بحقيقتها، ينصحك، يوجهك، إذا يراك تقع في حرام في معصية زين يلزمك، يوجهك، ينصحك. دور النصح دور جدا مهم. شوفوا إخواني، خلنا أجيب لكم مثال. الآن أنا أطلع للسوق، أريد أشتري لي شيء، خلنا نقول هالبطيخة، البعض يسميها بطيخة أو الرقية. تروح للبقال أو بخضرة تقول له أريد بطيخة زينة، شو يقول لك؟ يقول لك هذه البطيخة أنا أعرفها، هذه البطيخة حمراء، وهذه البطيخة شنو؟ بيضة، ما بها فائدة. أيضا بالنسبة إلى أمر آخر في مجتمعاتنا، نشوف ونلاحظ أنه أنا أريد مثلا لبيتي مصمم، أو أريد لبيتي مثلا واحد يدهن، دهان يصبغ بيتي، يقول لك هذا الرجل صبغة جيد، هذا دهنه عدل، هذا شغله مرتب زين. أيضا الأكثر من ذلك، تريد تعمر لك بناية، تجي لواحد من المؤمنين تقول له تعرف المقاول الفلاني؟ يقول لك لا تتعامل وياه. تشاو فلان؟ يقول لك فلان ترى شغله مضبوط، هذا شغله نظيف مرتب. يعني شرد أقول؟ أرد أقول أنه تلف صبعك بمجتمعنا تلقى لك ألف حلال لمشاكلك، الكل يوجهك، الكل ينصحك بشيء. هاي بالنسبة للأمور المادية، للأمور المادية ألف حلال عندك في حياتك أنت، ألف واحد يوجهك، ألف ناصح عندك بالمجتمع في أمورك الحياتية الدنيوية. لكن بالأمور المعنوية لا، ماكو. بالأمور المعنوية اللي تخص الإنسان يقول لك لا، أنا ما لي شغله بأخوي، يذنب يرتكب معصية تركه، هذا مو صديقك، هذا مو أخوك الحقيقي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول صديقك من صدقك لا من صدقك. الصديق الحقيقي منه؟ يمشي وياك ويقعد وياك ويشوفك على غلط وماشي بغير جادة الصحيحة، ما يوجهك، هذا مو صديقك. لا. ولعله تارة أيضا هذا الإنسان يقع في نفس المأزق، في نفس المشكلة. اليوم أنا أمشي ويا صاحبي، أمشي ويا صديقي، والصاحب شنو؟ يقول ساحب، يسحبك. اليوم ما وجهته، ما نصحته، بكرة شنو؟ يأثر علي، يأخذني بنفس الطريق. أمشي وياه، ما قعدت وياه، يوم الآخر ويوم الثالث وهكذا يوم الرابع، حتى أقع في نفس المأزق، في نفس الذنب. هذا غلط كبير. عليك أنه تتوجه. إذا كان عندك صديق حقيقي لازم يوجهك، ينصحك. لعله تارة هذا الرجل، هذا الشخص يأثر عليك سلبا مو إيجابيا، يأخذك أيضا بالطريق الذي هو متخذه ورايح به. ولذلك يؤثر على الإنسان الصديق جدا في حياتنا الاجتماعية. ولهذا الأخ الحقيقي
هو الذي يهدي للإنسان عيبه. إذا شافك أنت بطريق خاطئ ينصحك يوجهك، وإذا ما وجهك بكرة راح تقع في نفس المأزق، في نفس المشكلة. ولربما الاستهانة بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف أيضا يسبب هلاك الإنسان، كما حدث ذلك في بعض المجتمعات. مثلا رواية عن إمامنا الباقر عليه السلام يرويها جابر عليه السلام. جابر رضوان الله عليه يرويها عن إمامنا الباقر، يقول: يا جابر، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى شعيب النبي عليه السلام وقال: يا شعيب، إني مهلك من قومك 100,000. زين، 100,000 منو ذوله؟ قال: يا شعيب 60,000 من خيارهم و40,000 من شرارهم. هنا يتبادر بذهن الإنسان الله عز وجل عادل، معقولة ياخذ الأخضر واليابس كله الكل سوا؟ ليش؟ شنو السبب؟ شنو العلة؟ فقال: إلهي أهلكت الأشرار فما بال الأخيار؟ ليش الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: يا شعيب، إنهم كانوا يداهنون أهل المعاصي ولا يغضبون لغضبي، ما ينهونهم عن منكر وما يغضبون لأجلي، فاستحقوا بذلك شنو الأخيار؟ استحقوا بذلك الهلاك، العذاب. فإذا قضية العامل الأول دع المخلوق للخالق لا غلط، لازم أخوك صديقك توجهه، ليكن آثر الناس عليك من أهدى إليك عيبك. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول. العامل الثاني أيها الإخوة الأحبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثير من الناس مجتمعنا زرع في ذهنه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بأناس. مثلا البعض شي يقول لك تجي توجهه، الأبو يوجه ابنه: هذا الطريق اللي ماخذه أنت طريق غلط، لا تمشي هيك، لا تسوي كذا. شي يقول له؟ يقول له: أنت صرت براسي شنو؟ رجل دين يعني؟ خليك أنت بنفسك. ما يقبل. فالبعض يحصر القضية بمن؟ قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحصرها بمن؟ بس برجال الدين. يقول لك ذولا مهمة رجال الدين، بس اللي يصلي بالجوامع، بس اللي يصلي بالحسينيات، بس اللي لازم مسبحة. وهذا جدا خطأ، هذا يخالف دستور الله تبارك وتعالى وتعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نلحظ أن في القرآن الكريم الله عز وجل ما حصر الأمر بالمعروف بفئة من الناس أبدا، ما حصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بفئة من الناس أو بأشخاص فقط، لا، بل قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. زين إخواني، من هؤلاء؟ زيد وعامر؟ لا، ذولا أمة رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا بالنسبة للقرآن الكريم. إذن مهمة الأمر بالمعروف في عاتق كل إنسان، كل فرد منا بالمجتمع. تجي للروايات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ يقول: بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. هذه بالنسبة للعامل الثاني. العامل الثالث أيها الأحبة، وهو كثير من الناس زرع في ذهنه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بهذه المهمة إلا بالتقريع، إلا بالضرب والعنف والجفاء. مثلا يقول لك هذا مذنب، هذا خاطئ، هذا فاسق. زين، هذا الرجل يشرب الخمر، شو يقول لك؟ يقول لك خليه، هذا الشاب
نعذبه نأذيه، هذا ما يخالف القرآن ويخالف تعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ما يمكن أنت تقرعه وتجافيه أو تنال من عنده، لازم تعطيه حلول، تعطيه طريق يسلكه هذا الشاب حتى لا يقع في أكبر من هذه الخطيئة. وهذا ما يخالف تعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نلحظ في القرآن الكريم وهو دستور الله تبارك وتعالى لما أشار الله عز وجل إلى نبيه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وأخي هارون، التفت الله عز وجل بالقرآن الكريم إيش قال؟ قول الله عز وجل لهارون ولموسى عليه السلام: اذهبا لفرعون إنه طغى وقولا له قولا شنو؟ لينا، يعني باللين، معاملتكم تكون وياه لعله يتذكر أو يخشى. إذا أنا شاب شفته عاصي ومذنب وفاسق ويعمل ويشرب غمر وكذا وما أعرف شنو، اليوم هجرته، بعد الهجران أودي عليه ناس يضربونه حتى يرجعونه لصوابه، مو هيك؟ أكو بعضهم هيك عندهم عقول، يقول له خلي أخذ له وادم، خلي يروحون لي يضربونه كذا، هذا غلط. لا، قولا له قولا لينا، باللين، مو بالتقريع، مو بالجفاء، لا. هذا وين يروح؟ لازم تعطيه حل، تعطيه طريق يسلك هذا الشاب حتى لا يقع في أكبر من هذه المعصية. ولهذا نلحظ تعاليم أهل البيت عليهم السلام. تشوف في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك تعامل مع العصاة بلين. أكو رواية يدخل ذات يوم على الإمام الصادق عليه السلام شاب، هذا الشاب ارتكب معصية. شنو هالمعصية؟ يقول دخل على الإمام قال له: سيدي ارتكبت ذنبا. قال له: ما هو ذنبك؟ قال له: أريد الرجوع إلى الله عز وجل. فقال له: ما هو ذنبك؟ قال له: سيدي ومولاي كنت في بيت الخلاء، يعني دورة المياه جلكم الله. قال له: قضيت حاجتي، خلصت، لكن أنصتت، اطيت إذني، قمت أسمع صوت الغناء والطرب. هسه شي يقول لك؟ يقول لك البيت الطرب شنو؟ ما خرب. هذه شنو؟ تخالف تعاليم أهل البيت. البيت الطرب ما خرب، هاي منين جايبينها؟ هذا شاب مؤمن يقول له: سيد اطيت إذني لهالغناء، صوت بعد ما تدري صوت فلانة ولا علانة، المهم قام يسمع. قال له: هو هذا ذنبك؟ قال له: نعم. ايش سوى الإمام؟ زجره، نهره، قال له: قوم مني، طرده؟ لا، بل قربه، قال له: لا عليك، اذهب اغتسل وتوضأ، صلي ركعتين لله واستغفر الله تبارك وتعالى ولا تعود لمثلها. احنا وين من هالتعاليم؟ من وين نجيب هالدستور؟ لا والله. زين، هسه بعض الأحيان احنا نرتكب ما نرتكب، هي مو بس قضية الغنى. الغنى هواي ترى مهم إخواني الأعزاء. الغنى احنا نستهين بنا، بالأخص شبابنا. البعض يجي لي يقول لي: اعطيني علاج، اعطيني دستور، اعطيني طريق، الله يرزقني. وشنو الله يرزقك وانت ملتهي؟ شنو تروح منا لطهران وحاط شنو الصوتية وتسمع للغنى؟ هذا يقول لا، هذا غنى شنو؟ هذا غنى إسلامي. من وين جايب هذا الغنى الإسلامي؟ من وين جايب هذا؟ له البيت الذي يسمع فيه الغنى يقول تهجره الملائكة. البيت اللي بغنى تهجره الملائكة. يقول وتسكنه شنو؟ الشياطين، يكون محل وعاء علما للشياطين. بعد الغنى شنو؟ الغنى يورث الفقر، الفقر أيضا تتفوقر. فإذا أيها الأحبة، العامل الثالث هو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة يجب أداءها لا بالتقريع، لا بالجفاء، إنما بالحلول، بطريق طريق يسلكه حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى.
وهذه المهمة أيها الأحبة، هذه المهمة إذا لم نؤدي حقها تنزل علينا الويلات. وهواي من مشاكلنا الحياتية بالدنيا إحنا من وراء شنو؟ عدم أداء هذه المهمة، مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام مرت عليكم بشهر رمضان بوصيته يقول للحسن والحسين عليهما السلام، يقول أوصيكما بتقوى الله، إلى أن يقول ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شنو؟ شراركم ثم يدعو خياركم. إذا واحد عندنا به خير، عده مسبحة وعده صلاة الليل ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، ماكو إجابة أبد. وهذه المهمة أيها الأحبة قام بها أولياء الله والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، كانت مهمتهم. فلولا دور الأنبياء وأداء هذه المهمة من قبل الأنبياء والأولياء لرأيت الفساد منتشر ولما وصل إلينا من الدين شيء، كنا نصلي على غير قبله لولا أولياء الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأحبة نلحظ أن النبي الأكرم كان أشد الناس أداء لهذه المهمة، أمير المؤمنين عليه السلام. وهكذا الحال بالنسبة إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك وثق هذا المبدأ الذي من أجله قد خرج بكتاب كتبه إلى أخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين. وفعلا الحسين عليه السلام بيّن العامل والأساس والمبدأ الذي من أجله يريد الثورة والقيام عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا ما يبين لنا حقيقة شنو؟ حقيقة بقاء ثورة الحسين. شنو اللي خلد ثورة الحسين؟ هو أداء هذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلأجل ذلك خرج أبو عبد الله الحسين عليه السلام. ولكن كيف خرج؟ يقول الحسين من رجع من مجلس ذلك الطاغية، من رجع إلى بيته التفت لبناته قال لهم تهيئوا للخروج. التفت إلى بناته، شاف أولاد علي الأكبر، أولاد أخوه الحسن، القاسم، أحمد، غيره كذا. التفت للبنات قال السكينة تجهزي لما أغراضك أنت بويا. رقية أيضا قالها تجهزي لما أغراضها وسائلها. يقول بقت بنت صغيرة، هاي البنت عليلة مريضة تنظر إلى الحسين. هسه أبوي يقول لي يلا فاطمة تجهزي، هاي مريضة كانت، لكن الحسين ما قال لها بنية تجهزي. يقول نظرت إلى الحسين وسالت دموع عينيها وهي تقول يشدون بضعنهم وأنا بهمومي. أويل أويل، هاي باب الحوائج والثق دمعتك لها. إخواني الأعزاء، إخواني ترى البنت ملؤها العاطفة. شايف إذا أنت تريد تسافر، يقول أول من يتعلق بيك منو؟ يقول البنت تتعلق بيك. ومن تجي من السفر أيضا البنت تفزع إلك وتشبقك. قالت يشدون بضعنهم وأنا بهمومي وعايل لبوي حسين ومجمع هدومي. هسه يقول يا فاطمة قومي وروح ويا الضعن للغاضرية. لكن الحسين عليه السلام ما قال لها بنية تجهزي. يقول أيست من الحسين. لما أيست من الحسين راحت لعمها أبو فاضل تدرب أبو فاضل ما يرد طلب البنات الحسين. يقول وقعت على يد أبي الفضل العباس، خرت تحب إيده
خرت تحب ايده وراسه صعب المراس، تقل فراق ابوي يشيب الراس. اعيد الك ها. خرت تحب ايده وراسه صعب المراس، تقل يا عم فراق ابوي يشيب الراس. قل ابوي حسين، قل ابوي حسين ياخذني يا عباس، واروح ويا الضعن للغاضرية. لكن الحسين عليه السلام ما لبى طلب ابو فاضل، يقول ايست من العباس. وين مشت؟ يقول مشت لاخوها، مشت لاخوها والعزيزة العلي الاكبر. سوت قالت خويا دخيلك يا علي الاكبر، خويا على جيتي وياكم احكي لي ويا ابوي، خويا روح لابوي حسين وقبله وقل له خلها تجي وياي الكربلاء. خويا وقل له خلها تجي وياي الكربلاء الكربلاء. خويا شاهدش قالوها جيبتكم عليلة تتركوها يا يابا يا يابا. قالت خويا خويا مثل فضة خادم احسبوني، خويا احسبوني لو بلا فايدة. هذا البيت مؤلم. خويا لو بلا فايدة شفتوني انا بنص الدرب نزلوني، انا بنص الدرب نزلوني. لكن علي الأكبر ما أدى هذا الطلب إلها. تجهزت الغافلة إلى الذهاب إلى كربلاء إلى جهة العراق. يقول صارت تزحف نحو الحسين. قالت لأبويا، قال لها أبويا، قالت لأبويا أنتوا رايحين بسفر بعيد، ما راح تجون بيوم وبيومين، إذا نخلي أخوي عبد الله الرضيع يمي. قالها لا بنيه، إن لعبد الله الرضيع شأنا في كربلاء. قالت له إذا دعني أتزود منه. يقول جاب عبد الله الرضيع، صارت تقبله. يقول بكيت وهي تقبله، صاحت خيعون خيعون ليشمك، خويا خيعون ليشمك وخيعون ليخل قلبه يمك، خويا فراق اختك ما يهمك. اخذوا عبد الله الرضيع. اتوجهت القافله في المسير. يقول وهم يمشون واذا بالحسين يسمع ضجيج النساء، يسمع صراخ النساء. شنو الذي جرى؟ يقول اجى الى هودج العقيلة زينب. قالها زينب انت الاميرة، ما الذي جرى؟ اخبريني. قالت لا ابو علي ما اقدر اقول لك، لكن التفت انت خلفك. يقول التفت الحسين الى الخلف. يقول نظر واذا بي يجد ابنة العليلة تزعف نحو الضعينة. يقول تسحب نحو الضعينة. قالت هنا يا الماشين بكل حرمكم والمداليل خذوني وياكم اسرج الخيل، وياخذوني وياكم اسرج الخيل واحط فراشكم لو تشلشل الليل.
كان بعد عندك عبرها أبيات الدعاء واسألكم الدعاء. يقول مشت قافلة الحسين وبقيت هي في الدار تنتظر يمتى يرجعون أهلها. يقول ساعة وإذا بها سمعت قافلة الحسين رجعت السوت العليلة. يقول قالت هسه يجي أبوي، هسه يجي عم أبو فاضل. أنا سمعت ردوا أهلها وزال همها. أنا طبت فرشة دار أبوها ودار غمها، وقامت تعدل بالمهد. قلب الحنين تعدل بالمهد والعين، عالباب تنتظر جية الأحباب. وإذا بالباب قد فتحت منه. يقول دخلت عليها امرأة محدودبة الظهر. هارد أجيب هاي المصيبة المن إلك اللي عندك حاجة والثق دمعتك. ها الله أكبر. يقول دخلت هالمرأة محدودبة الظهر مشيبة الرأس ما عرفتها العليلة. قالت لها من تكوني؟ أين عمتي زينب؟ تدري سوت هاي المرأة؟ يقول شبقتها شبقت العليلة. أنا شبقت فاطمة وصاحت يا عيوني أشوك لكم بعد ما تعرفون. أويلي 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 أشوك لكم بعد ما تعرفوني. أنا زينب أنا زينب اللي يحشون عني سليت المصايب ما يا سليني نذرون علي لئن عادوا وإن رجعوا نزرعن طريق الطف ريحانة. يا الله إلهي وسيدي ومولاي إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفراج، جعلنا من أنصاره وشيعته وهب لنا رأفته ورحمته. اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اقضي دين كل مدين، فرج هم كل مهموم. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، احفظ هذا البلد وسائر بلاد شيعة مولانا أمير المؤمنين. يا الله تقبل منا ومن الحضور الكريم ومن المؤسسين بأحسن القبول يا الله. اللهم لا تحرمنا من مجالس الحسين، وارزقنا في الدنيا خدمته وزيارته وفي الآخرة شفاعته يا الله. اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقهم علينا يا الله. من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. دعاءنا الأخير اللهم ارزقنا حسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، الشهداء العلماء، سيما أموات السامعين المؤسسين الذين قضوا نحبهم في هذه الأيام اللي مضت علينا من الشهداء من المؤمنين. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك واسكنهم فسيح جنتك. إلى أرواحهم جميعا وأموات السامعين رحم الله من أهدى الفاتحة مع الصلوات.